السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده جاي لكم فيديو جديد، اتمنى ان هو يعجبكم. هنعمل مع بعض الحتت. فهقول لكم بقى زي ما اصحاب المحلات بيقولوا حتت مين يا ترى، حتت سلوى السكرة. ففي محلات كتيرة في منوف بيكتبوا الكلمة ديت لما يكون حد عامل مثلا اسمه مثلا محمد، فيقول لك حتت مين يا ترى، حتت محمد السكرة. انا عامله بقى الوصفه ديت سهله جدا وبسيطه جدا. هتشوفوا طريقتها بالتفصيل. هي يعني اكله مميزه. كمان عملنا السندوتشات هي اللي بتتباع. السندوتش من ده بره مش اقل من 15 جنيه، وهو ما كلفنيش اي حاجه. كل المقادير بتبقى موجوده في البيت. يعني سواء كانت عندك او كنتي مثلا بتخزني، في ناس بتخزن الحاجات ديت في الفريزر. انا عملت نص الكميه والنص التاني حطيته في الفريزر. اتمنى بقى الوصفه النهارده تعجبكم. ما تنسوش تعملوا لنا اهم حاجه اللايك. يلا بينا نبتدي الفيديو. هنعمل مع بعض النهارده الحتت. الحتت ديت اكله كده مشهوره في منوف، محافظه المنوفيه. ليها محلات مخصوص، هي مصمت. بس هو بيخلط حاجات كتيره مع بعض فمسمينها حتت. بتتعمل منها سندوتشات وبتتقدم منها طلبات. فانا دلوقتي بقى هعملها معاكم. هي مقاديرها سهله جدا، واللي عندك بتحطيه. يعني مثلا انا عندي لحمه راس. دي في الحقيقه كانت راس خروف، وبعدين ايه، طلعت منها. طبعا زي ما كلنا عارفين لحمه الراس سمينه شويه، وبيبقى فيها حاجات كتير. كمان معانا كرشه مسلوقه، كله مسلوق. يعني لحمه الراس مسلوقه والكرشه مسلوقه. ده فشه برضو مسلوقه. كل حاجه مسلوقه. تمام. فانا هبدا بقى دلوقتي بطريقه العمل. معايا كده المقادير زي ما انتم شايفينها. لحمه راس، معايا كرشه، معايا فشه مسلوقه. كل الحاجات دي مسلوقه. طبعا بقى لو عندك طحال تحطي. مش يعني في كمان اللي هي الحتت اللي هي بتبقى القراقيش، اللي هي بتبقى في الفشش، قراقيش في لحمه الراس. اي قراقيش، مش بتطلعي اي حاجه. دي من الاخر كده هتلمي كل الحتت اللي عندك. وهتحطي سواء كانت حتت مقرقشه فيها قراقيش، الودان، اللي مش عارف ايه الحاجات اللي زي كده. وهنعمل منها الوصفه. هي دي كل وصفتنا. وبعد كده الدهون بقى الزيت او السمنه وعلى حسب الموجود عندك. فدلوقتي بقى انا هبدا معاكم. هبتدي بقى اول حاجه ان انا هبدا اقطع الكميات اللي انا محتاجاها. فانا كده معايا سكينه. يعني مثلا ايه، انا هقطع مثلا من لحمه الراس شويه. الكميه معايا كبيره. ده كده جزء من اللسان، احنا كنا عملنا منه وجبه تانية. يعني عملت منها برضو امبارح سندوتشات. فقررت قلت بقى اصورها عشان اوريها لكم عشان تشوفوها. بتبقى ريحتها حلوه وطعمها جميله جدا جدا. وسهله كمان، يعني طريقه العمل بتاعتها سهله جدا. بقى كده هقطع كده شويه حاجات. زي ما قلت لكم مش هتفرق لو عملتي الحاجات المقرقشه. هي بصوا من الاخر هو بيلم فيها كل حاجه. يعني لحمه راس، لا عندك لحمه عاديه، اي لحوم يعني. وبتبقى ضاني، تبقى عاديه، بهايم، يعني اي حاجه. فانا كده مثلا خدت جزء. فنخرط برضو من الكرشه برضو شويه. المهم كده بقى ايه، تقطيع كده يكون رفيع، حتت رفيعة. طبعا بالنسبة للتحمير، التحمير سهل جدا جدا يا جماعة. يعني مش بياخد حاجة، ولا بصل ولا توم ولا الكلام من ده. مفيش اي حاجة من الحاجات ديت. انا طب ما بحبش الشوربة بتاعت لحمة الراس بصراحة يعني. كمان مش بحب الشوربة بتاعت الراس. يعني دي اصلا راس خروف. فما بسلقها، يعني ما بستخدمش الشوربة بتاعتها في اي حاجة. مثلا الحتة دي فيها حتة قرقوشة برضو هقطعها. هي تبقى صعبة بس هي مستوية زي ما قلت لكم. زي ما انتم شايفين بتتقطع بايديا هي، بس مش سهل تقطيعها بالسكين. كمان ممكن اقطع كمان حتة كرشة. طريقتها اسهل ما يكون. وطبعا السندوتش من ده بالشيء الفلاني، وهي اصلا يعني ما بتكملش تكلفتها. يعني حاجات كتيرة ده هي يعني يعني من البواقي اللي موجودة عندك تقدري تعملي منها سندوتشات، وطعمها جميل جدا. بس بقى فضي الطبق ده كده هنا عشان اعرف اخرط غيره. زي ما قلت لكم طريقته سهلة جدا جدا.
بتخرطي حاجات كتير على بعضها. كمان زي ما اوريكم كده ده طحال. يعني انا معايا معظم الحاجات هنا ضاني، سواء بقى كان ضاني. دي قرقوشه بتاعت اللي هي بتبقى اهي، القرقوشه دي بتتاكل عادي. انا عن نفسي بحب الحتت اللي هي فيها قرقوشه دي. تمام، اقطع منها كده شويه. اخد برضو جزء من هنا. يا سلام عليها ديت وعلى جمالها. عايزه اقول لكم بقى، بيتحط فيها، فاكرين فيديو السلخانه اللي انا كنت عملته معاكم؟ فيديو السلخانه ده انا رحت السلخانه وجبت من هناك حاجات. جبت راس خروف، وجبت الودان اللي هي ودان العجل، اللي هي الودن بالصدغ. كان الكيلو فيها مش عارف كان ب10 جنيه ولا كانت بكام. رخيصة جدا برضو، بتحطي منها في الوصفة. بس في الحقيقة يعني عملتها يعني وخلصتها. بحط منها في الوصفة دي. يعني عايزة اقول لكم وصفة جامدة ورهيبة. لو جربتيها مش هتبطلي تعملي سندوتشات دي. وكمان بتحطي بقدونس بقى في السندوتش وكده، فهتشوفوا معايا ان شاء الله كل حاجة بالتفصيل. فبنحط البقدونس، بنحط بتقدميها برضو في سندوتشات، بتقدميها كده في اطباق جنب رز ابيض. وزي ما انت عايزه تقدميها يعني بتقدميها، وهي سهله جدا. والمحل بيبقى كاتب ايه؟ محل حتت ده في منوف. معظم الناس عارفينه، اللي هو محمد بتاع الحتت. انما في شبين ما بيقولوش عليه حتت، بيقولوا عليه مصمت. فكل مكان يعني على حسب اللي بيتقال فيه. معرفش بقى في حد عارف الطريقه ديت يعني السندوتشات دي ولا لا. بس الحقيقه سندوتشات جميله جدا، طعمها حلو جدا، في حاجات كتيره. يعني انا مثلا حطيت اهو حاجات كتيره على بعض. هتشوفوني برضو وانا بقلبها بقى كلها. ممكن اقطع حته كمان. انا طبعا هخرط كل الكميه ديت واقلبها على بعضها، عشان خاطر ايه؟ آه يعني ايه، وعينها جاهزه، تبقى جاهزه. مجهزه مثلا كيس كده او كيسين. بحيث ان انا بعد كده لو عايزه اعمل ما اقعدش لسه من الاول اخرط. يبقى كله جاهز معايا، متخرط وجاهز. هي ده بيكون شكلها. انا بقى اكمل الكميه معايا، اخرط تاني. شايفين الراس مليانه حاجات يعني، دهون. فبتنقلي في ايه؟ ما بخش بقى ابدا في القلي. بقلي. مش بحط زيت كتير، هو بيتحط لها زيت. ممكن يعني تحطي كميه صغيره. زي ما انت شايفه كده لحمه الراس بتبقى فيها دهون، فهتنزل شويه دهون في قلب فهتنزل شويه دهون في الطاسه. بس انا بقى لما احط لها شويه زيت صغيرين. مش هقولك بقى ولا حطي زبده ولا حطي دهنه، لان هي اصلا كلها دهون وسمينه يعني دسمه. فعشان كده احنا هنعمل زي ما قلت لك كده. هنحط شويه زيت صغيرين، وهتشوفي برضو معايا وانا بعمل. وهي كده كلها بدهونها بحاجاتها. هي كده اصلها كده، بتتباع بره كده. طبعا انا في البيت منضفه، عارفه انا سالقه ازاي وعامله ازاي، ومنضفه الكرشه لونها ابيض ازاي. شايفين اهي الكرشه معايا. لونها ابيض، منضفاها مش مخليه فيها اي حاجه، وشايله كل الدهون اللي كانت ورا. دي برضو كرشه ضاني. ف يعني كل حاجه متنضفه. انما بره الكرشه عليها الاسود بتاعها مش بيشيلوه. بيسووها بيه. بتبقى يعني بتتباع في بعض المحلات، بتتباع لونها اسود من بره، لكن انا ما بحبش ديت. انا منضفاها زي ما انت شايفه اهو. ما فيهاش الهوا. وطبعا عشان راس الخروف انا كنت جايباها ومنضفاها في البيت قبل كده، وريتها لكم مره. بس بعد كده انا بجيبها اصلا بنضفها تنظيفها 10 جنيه، مش حاجه. وبتجيبيها متنضفه سعرها 35 جنيه من السلخان. بتلاقي مثلا ساعات في شعر رفيع كده في اللحمه الضاني او في الحاجه الضاني. بتشيليها برضو، لو خدتي بالك منها بتشيليها. شايفين مثلا دي ودان الخروف اهي. فهبدأ برضو اقطعها. حتة المقرقشة ديت بتتحط، كله بينحط. في ناس كتير عارفاها، يعني عارفة الوصفة ديت. هي انا يعني بصراحة ما شفتش حد عملها على اليوتيوب. يعني يعتبر انا اول واحدة عاملاها. اللي هي وصفة الحتت. وهبقى اكتب لكم برضو الاسم بتاع يعني بتاع الايه في العنوان. هكتب لكم ان هي هكتب تقريبا، مش عارفة هكتب ايه، بس تقريبا برضو هكتب لكم ان هي حتت برضو.
ان هي الوصفة اسمها كده، اسمها حتت. بس هي عبارة عن لحوم. اللحمة اللي موجودة عندك لحوم ضاني، كرشة، فشش، طحال. بس انا ما عنديش طحال. بتحط قراقيش الودان اللي هي الصدغ، بتحط فيها سجق. بس انا ما عنديش اللي هو الممبار اللي احنا بنجيبه ونحشيه رز، وبيتقطع وبرضه بيتحمر مع الحاجات دي. بس انا ما عنديش، لو كان عندي كنت وريتكم يعني. ففي الاخر بقى انا هقلب كله، كل حاجة على بعضها. تمام. هاخد جزء منهم واقليه، والجزء التاني هخليه. هي بتتاكل بالعيش او بالرز، بس انا هعمل لكم منها سندوتشات برضه عشان تشوفوها. هي بتبقى خليط من اللحوم اللي هي لحمة الراس والطحال والحقيقة الحاجات اللي في قلب المعدة بتاعت الحيوانات. فهتلاحظوا تلاقوا فيه ساعات في شعر صغير كده، ده بسبب ان هي ايه، لحمة ضاني. وانا غسلتها كويس، بس برضو بيمسك في الدهون بتاعتها بعض من الشعر الصغير كده. بطلعه وبنضفه برضو اول باول. بكده انا خلصت التقطيع كله. وصفة جميلة جدا، جميلة مغذية جدا. الشوربة بتاعت الحاجات ديت لو شرت يعني ممكن تقدمها جنب الاكل، بس انا بصراحة اتخلصت منها، ما خليتهاش يعني. المهم بعد ما خلصنا بقى دلوقتي هنقوم نروح عند البوتاجاز عشان نكمل بقية الوصفة بتاعتنا، واكمل كلامي معاكم هناك برضو. يلا بينا. هي الكمية كلها حطيت شوية زيت صغيرين في الطاسة، شايفين. هفضل بقى كده اقلب. يعني عايزة اقول لكم اهو، كلها حتت لحمة راس، حتت فشش، لسان، اللي عندك تحطيه. كمان السجق اللي هو بيبقى محشي رز، اللي هو الممبار اللي محشي رز، ده اساسي في الطبق ده. بس في الحقيقه انا ما عنديش يعني، بس مش عشان ناقص عندي حاجه واحده، ممكن اوقف حاجه يعني. هعمل برضو، بس هيبقى ايه، ناقصها الحاجه ديت، ودي مش هتبقى حاجه مشكله. بتحمري في الزيت، لان زي ما قلت لك هي كلها دهون. فلو حطيتي سمنه فهتبقى تقيله قوي، حطيتي زبده برضو هتبقى تقيله. والزبده اصلا ريحتها مش هتبان مع ريحه الضاني، فريحه الضاني هتغطي على ريحه الزبده، فملوش لازمه الزبده في الوصفه ديت. الاساسي هنا في الوصفه انك تحطي زي ما قلت لك زيت. كمان مش هنحط بهارات، بس ممكن تحطي كمون بس، ممكن تحطي فلفل اسمر بس، لكن بهارات لا، لان البهارات هتغير طعمها، وهي اكله كده لها طعم مميز. انا هحمرها بقى كويس جدا، وهوريها لكم برده في الاخر، واوريها لكم في السندوتشات. يعني انا عايزه اقول لكم اللي هتدوق الوصفه ديت هتعجبها جدا. بس اهم حاجه يعني انت ما تحطيش حاجه في الوصفه تكون انت ما بتحبهاش. يعني مثلا ما بتحبيش الكرشه، هتشيلي الكرشه من الوصفه. ما بتحبيش الفشش، هتشيلي الفشش من الوصفه. ما بتحبيش الضاني، هتحطي لحمه عاديه، لحمه راس عجالي. ما بتحبيش لحمه الراس اصلا، تحطي لحمه عاديه اللي عندك يعني تحطيه، مش هتقولك لا. وكل الحاجات خليط كده مع بعض بيبقى ليها طعم تاني وريحه تانية، وحاجه تانية يعني ان شاء الله تعجبك. زي ما قلت لك هي مش صعبه يعني، سهله، وفي حاجات بتقرقش، في حاجات كتير. في ناس كتير عارفين الاكله دي وناس لا. انا عاملاها بقى للناس اللي مش عارفين. هي حلوه وريحتها جميله جامده جدا. بس انا في الحقيقه لا بحط كمون ولا بحط فلفل اسمر، بحط ملح بس. ممكن هرش ملح دلوقتي اهو، ملح اهو. فهرش كده شويه ملح. خلي بالك برضو، ولا بيتحط توم ولا بيتحط بصل ولا بيتحط الكلام ده. مفيش حاجه اسمها تحطي توم وبصل، لان ديت حاجه تانية غير الاكله دي من غير ولا اي حاجه، هو زيت بس. استنوني بقى عشان نشوف التقديم مع بعض. ماشي. فهقدم بقى، ممكن اعمل رز ممكن لا، يعني هي اساسا سندوتشات، بس هعمل برضو رز اللي مش حابب اللي هو ياكلها في سندوتشات. استنوني بقى على بال ما ارجع لكم تاني. ده بقى انا خلصت اهوت. ده بقى بيكون الشكل النهائي بتاعه، شايفينه جميل قد ايه. دلوقتي بقى انا حاليا الرز بيستوي. كمان هجيب عيش وهعمل سندوتشات منه وهوريكم بقى الشكل النهائي بتاعه. حابه كده ان انا اوريهولكم. شايفين كل حاجه احمرت ازاي. انا بكون معليه النار طبعا، بقلبه بسرعه
ما ينفعش ان انا اوطي عليه النار عشان خاطر ما ينشفش مني، او اسيبه فتره طويله اقلب فيه، عشان كل حاجه تفضل طريه زي ما هي. يعني دي رغم ان هي متحمره طريه، كل حاجه طريه، مفيش حاجه نشفت، يا دوبك انا يعني خدتها تشويحه كده وخلاص. كده بقى هقدم بقى معاكم، هجيب بقيه الحاجه. طبعا هتقدمي يعني انا بفضل لو عندك بصل اخضر تقدميه جنبه او خضار، عن انك تحطي مخللات. بس هو بيتقدم عادي مع المخللات عادي. دلوقتي بقى جاهز الرز والتقديم النهائي، وبعد كده ارجع لكم تاني. هبدأ اوريكم ازاي هعمل السندوتشات مع العيش البلدي العادي بتاعنا اهوت. بس يكون يعني اللي هو ايه، بينفتح كده ده. وبعد كده بتنزلي بقى ايه، يبقى تحت كده، اللي هو يعني بيبقى النص داخل في النص التاني. ده العيش الرغيف ده كان في الفريزر على فكرة، انا بجيبه واحطه في الفريزر، بطلعه زي ما انتوا شايفين اكني لسه جايباه وطري اهو. المهم بقى دلوقتي اهوت هو كده جاهز ان انا هحط فيه. فبجيب كده الاول بقى تحطي خضار، ماشي، احط كده شوية خضار. بعد كده بقى هحط كده زي ما انتوا شايفين. يا سلام بقى لو كان عندي الممبار اللي هو محشي رز، كنت خرطته وحمرت معاه، كان بيدي ريحة حلوة وطعم حلو. كده اهوت ناخد شوية كمان. هو كده السندوتش اهوت بقى مليان. ممكن نحط تاني خضار على فكرة على الوش اهو، هيبقى ده شكله كده النهائي. ممكن تزودي اكتر من كده، تقللي، يعني زي ما انت عاوزه. هبدأ بقى ان انا دلوقتي هجيب الرز بقى واوريكم بقى الشكل النهائي بعد ما اعمل سندوتشات والرز معانا. كده بقى انا خلصت كده، قدمته معاكم في الطبق اهوت. عملنا كمان الرز قدمته كده زي ما انتم شايفين. الخضار بيدي شكل حلو قوي للاكله. كمان عملت اهوت السندوتشات شايفين. بتحط الكميه اللي انت عاوزاها في قلب الرغيف. هو اساس بيتباع كده، سواء كنت هتشتريه سندوتشات كده. السندوتش من ده مش اقل من 15 جنيه. وفي ناس تانية بتبيعه ب10 بس بتبقى جودته اقل شويه. هو مش اقل من 15 جنيه بيتباع. كمان بتطلبيه طلبات بره، بس احنا بقى عملنا الاكله دي كده في البيت، اتمنى تكون عجبتكم. كمان الرز اهوت شايفين التقديم. بتقدمي بقى بالطريقه اللي انت شايفاها حلوه وبتريحك. ممكن كمان احط من الحتت دي احط حوالين الرز، بس انا يعني ايه، شايفه ان هو يبقى لوحده كده افضل. بكده بقى تكون الحلقه بتاعتنا خلصت. ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. فحبيت كده ان انا يعني اوريهولكوا عن قريب بيبقى شكله عامل ازاي. ما تنسوش بقى اللايك يا بنات، اهم حاجه. بكده بقى الفيديو بتاعنا خلص. ما تنسيش تعملي لايك تاني. يلا السلام عليكم.